7 عادات للست الرايقة خلتني اوفر فلوسي من غير ما احس اني محرومة. عمرك سألتي نفسك ليه في بنات مرتبها عادي جدا ومع ذلك دايما معاهم فلوس وبيشتروا اللي هم عايزينه وبيوتهم مرتبة وحياتهم شكلها مريح، وفي المقابل في ناس مرتبها اكبر بكتير لكن اول اسبوع في الشهر يقولوا الفلوس خلصت. والمفاجأة ان الفرق مش في المرتب، الفرق في عادات صغيرة جدا بنعملها كل يوم من غير ما نحس. انا زمان كنت فاكرة ان الحل الوحيد عشان اوفر فلوسي هو ان احرم نفسي، ابطل اشتري، ابطل اخرج، احسب كل جنيه. لكن كل مرة كنت بفشل لحد ما اكتشفت ان المشكلة عمرها ما كانت في الفلوس، المشكلة كانت في طريقة تفكيري. وفي الفيديو ده مش هقولك وفري ازاي، ولا هقولك ما تشتريش، ولا هقولك اكتبي مصاريفك في جدول معقد. انا هقولك 7 عادات بسيطة جدا لما دخلوا حياتي بقيت اوفر فلوس من غير ما احس اني محرومة ومن غير ما احرم نفسي من اي حاجة بحبها. لكن خليكي معايا للنهاية، لان العادة رقم 7 هي اكتر عادة غيرت حياتي، والغريب انها مجانية. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة اكتشفتها ان الفلوس ما بتضيعش في الحاجات الكبيرة، الفلوس بتضيع في الحاجات الصغيرة اللي بنقول عليها مش مشكلة. العادة الاولى بطلت اشتري من غير هدف. زمان كنت لما انزل اجيب حاجة ارجع بكيس فيه 5 حاجات ما كنتش رايحة اشتريهم اصلا، كلهم سعرهم بسيط، ولكن في اخر الشهر كانوا بيعملوا مبلغ كبير. ومن يوم ما بقيت انزل وانا عارفة اني رايحة اجيب ايه بقيت اوفر من غير ما احرم نفسي. لكن العادة اللي بعدها هي اللي خلتني اعرف ان المشكلة ما كانتش في المشتريات اصلا. العادة التانية بطلت اشتري علشان اعدل مزاجي. احنا ساعات بنكون متضايقين فنفتح اي تطبيق او ننزل نجيب اي حاجة مش لاننا محتاجينها، لكن لاننا محتاجين نحس اننا مبسوطين. وللأسف السعادة دي بتخلص بعد ساعات، لكن الفلوس بتكون راحت. ومن يوم ما بقيت اسأل نفسي سؤال واحد قبل اي شراء، انا محتاجة الحاجة دي ولا محتاجة اغير مودي، فرق معايا جدا. لكن في عادة كنت بعملها كل يوم وكانت بتخلص فلوسي من غير ما احس، وهي العادة التالتة بقيت استخدم اللي عندي الاول. كم مرة اشترينا كريم ولقينا عندنا 2 مفتوحين، واشترينا مج جديد وعندنا دولاب مليان، او ديكور واحنا اصلا مش محتاجينه. ولما بدأت استخدم اللي عندي قبل ما اشتري الجديد اكتشفت ان عندي حاجات كتيرة جدا كنت ناسية انها موجودة. اوقات احنا مش محتاجين نشتري اكتر، احنا محتاجين نقدر اللي عندنا. لكن العادة اللي جاية هي اللي غيرت طريقة صرفي كلها. العادة رقم 4 بقيت استنى قبل اي شراء. اي حاجة مش مستعجلة كنت بسيبها 24 ساعة، لو تاني يوم لسه محتاجاها بشتريها، ولو نسيتها يبقى انا اصلا ما كنتش محتاجاها. وهتتفاجئي بعدد الحاجات اللي هتكتشفي انك كنت هتشتريها لمجرد لحظة حماس. بس لسه ما قلتش اهم 3 عادات، وفي عادة منهم هي السبب الحقيقي اني بقيت احس بالراحة مع الفلوس مش بالخوف منها. وصلنا للعادة ال5، وبصراحة دي من اكتر العادات اللي فرقت معايا. بقيت اسأل نفسي انا بشتري الحاجة دي علشان محتاجاها ولا عشان اقلد غيري. عايزة اقولك ان السوشيال ميديا كل يوم بتخلينا نحس اننا ناقصنا حاجة، مج جديد، شمعة، شنطة، هدوم، او ديكور. لكن الحقيقة مش كل حاجة بنشوفها لازم تبقى عندنا. ومن يوم ما بطلت اقارن بيتي وحياتي بالناس بدأت احس لأول مرة بالاكتفاء. واعتقد ان دي كانت اول مرة احس ان الفلوس بقت ليها قيمة. العادة السادسة بقيت احب البساطة. زمان كنت فاكرة ان كل ما اشتري اكتر حياتي هتبقى احسن، لكن اكتشفت العكس. كل حاجة جديدة بتحتاج مكان وبتحتاج ترتيب،
وبتحتاج اهتمام. ولما قللت عدد الحاجات اللي بشتريها بيتي بقى أهدى وترتيبه أسهل، وحتى نفسيتي بقت أريح. لكن لسه ما قلتلكيش العادة الأخيرة واللي بسببها بطلت أحس إن المرتب بيطير. العادة ال7 أقوى عادة. بقيت أصرف بوعي مش بمزاجي. يعني إيه؟ يعني قبل أي حاجة اشتريها بقيت أسأل نفسي سؤال صغير جدا: الحاجة دي هتخدم حياتي بعد أسبوع، بعد شهر، ولا مجرد فرحة 5 دقايق؟ والسؤال ده أنقذني من مشتريات كتيرة جدا، واكتشفت إن الوعي أغلى من أي زيادة في المرتب. لأن في ناس دخلها كبير وبرضه مش بتوفر، وفي ناس دخلها عادي لكن عايشة براحة. ولو خدتي بالك، ولا عادة من اللي قلتهم قالتلك احرمي نفسك، ولا ما تستمتعيش، ولا عيشي حياة صعبة. بالعكس، الفكرة كلها انك تستمتعي لكن بوعي، لان الفلوس وسيلة مش هدف. ولما تتعلمي تديريها صح هتحسي براحة، مش بس في محفظتك لكن في حياتك كلها. ولو وصلت لحد هنا اكتبيلي في التعليقات وقوليلي انهي عادة حسيتي انها شبهك. ولو حبيتي النوع ده من الفيديوهات اشتركي في قناتك بهدوء مع منى عشان نكبر سوا. ووعد مني، كل فيديو هنا هيخلي حياتك أبسط وأهدى وأرقى.